تحية لكم مشاهدينا في كل مكان. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإريترية، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. بذور القمح المزروعة في الإقليم الأوسط تحقق نتائج مرضية. تدشين مدرسة في عد مألل بإقليم القشبركة. جهود بناءة لتوسيع تأطير المرأة في إقليم عنسبة. بيونغ يانغ تعلن إطلاق قمرها الاصطناعي للتجسس، وواشنطن تندد. الصين والسعودية يتفقان على المبادلة باليوان والريال. وبوتين يشير إلى أن العلاقات بين روسيا وطاجكستان تتطور بشكل متسارع. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلن قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط بأن بذور القمح المختار المزروعة بدعم الري حققت نتائج مرضية في الإقليم. وأوضح مسؤول وحدة تنمية المحاصيل السيد مانويل ولدسيون أن مؤسسة حلحلة للأبحاث الزراعية أجرت الأبحاث في بذور القمح والشعير والحمص والفول المصري والكتان المحسنة التي تتلائم مع أوضاع المناخ والتربة، وقد تم زرع القمح بالري وحقق نتائج جيدة. وحول أوضاع الأمطار وهطولها في غير وقتها، أوضح أن أعلى معدل أمطار كان في نقطة جرمي وأدناها في درفم، وقد حطلت الأمطار بأكثر من 505 ملم في غير وقتها وأضرت بالمزارع. دشنت مدرسة جديدة في عد مألل بمديرية شامبيقو إقليم القشبركة، تم تشييدها بمبادرة من وحدة قوات الدفاع المرابطة في المنطقة وتعاون القيادة الغربية وإدارة إقليم القشبركة. وأوضح مدير الضاحية عد مألل السيد كبرم قبرهوت حصولهم على فرص التعليم من العام الدراسي 2007-2008، غير أن أبنائهم ظلوا يدرسون في الخيام المؤقتة، وقد حلت المشكلة ببناء المدرسة الجديدة. وقال مدير مديرية شامبيقو السيد كحسي أسرات إن بناء المدرسة يعد مثالا على مشاركة وحدات قوات الدفاع في برامج التنمية. وعرب قائد الفرقة العسكرية المشاركة في بناء المدرسة العقيد نقوسي ملأكي عن سعادته برؤية الطلاب الذين تعرضوا للشمس والرياح يدرسون في فصول دراسية آمنة، مؤكدا على الاستعداد الدائم لاتخاذ مبادرات مماثلة لتخفيف مصاعب الشعب. وأشاد حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي بالمبادرة التي اتخذتها قوات الدفاع، ودعا للدفع بمبادرات مماثلة. في غضون ذلك يقوم مكتب التعليم في مديرية شامبيقو بتنظيم أنشطة توعوية بالعملية التعليمية في المديرية. أوضح الاتحاد الوطني للمرأة فرع إقليم عنسبة في الاجتماع الذي عقده خلال 20 من نوفمبر في مدينة كرن، أعلن عن إنجاز عمل فعال في توسيع التأطير والتنظيم. وأظهر التقييم زيادة عدد العضوات نتيجة أنشطة التعبئة التي جرت في جميع المديريات. وذكر التقرير المقدم توزيع المناحل بالدعم لتحسين حياة المرأة في مديريات حلحل وعلا برعد وقلب وعتكليزان، وجعل المرأة مستفيدة بإقامة المحميات في مديرية علا برعد وعتكليزان. ونفذت أيضا أنشطة توعية لاستخدام غرف انتظار الحوامل في المؤسسات الصحية والقضاء على زواج القاصرات وختان الإناث واحترام حقوق الأطفال. وأوضحت مسؤولة فرع الاتحاد السيدة آمنة حسن أن تنفيذ برامج العمل المخطط لها بطريقة أفضل تحتاج لجهود ومشاركة قوية. نظم فرع خدمات المراقبة الإقليمية في إقليم القشبركة سيمينار يومي 11 و12 من نوفمبر خلال إجراءات تقييم الأثر البيئي في المشاريع الزراعية. شارك في السيمينار مسؤولون وخبراء زراعيون من مديريات لوقو عنسبة ومنصورة وغردات وفورتساوة وكركبات وملقي وشامبيقو وعلي القاش. وأوضح خبراء مراقبة الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية الذين في السيمينار
بوجوب القيام بالدراسات اللازمة للتعرف على التأثير المحتمل قبل تنفيذ المشاريع الزراعية وخزانات المياه وأنشطة تربية الماشية وبعد إقامتها. وأضافوا أنه ينبغي أيضا تعزيز زيادة الوعي العام في هذا القطاع لأهميته في ضمان السلامة البيئية. ودعا مسؤول فرع خدمات الرقابة في إقليم القشبركة السيد حاجوس قبر مريم الخبراء على العمل بجدية لرفع مستوى الوعي العام، مضيفا أن المشاريع الزراعية يجب أن تأخذ في الاعتبار جميع الموارد الطبيعية على الأرض بشكل عام والإنسان والحيوان بشكل خاص. دعا مسؤول الإدارة والمالية في مكتب التعليم في إقليم عنسبة الأستاذ محمد عمر عبد الله المدارس على اتباع الوسائل المؤسسية في التعامل مع الممتلكات والحسابات المالية. جاء ذلك في التدريب المقدم يوم 16 من نوفمبر على إدارة الممتلكات والحسابات المالية لمدراء ومسؤولي الإدارة والمالية في المدارس ولجان أولياء الأمور في مديرية حمل مالو. شمل التدريب الذي تم تنظيمه لضمان ارتقاء الكفاءة إدارة الموارد البشرية وحفظ وتخزين الممتلكات والمشتريات وكيفية تنفيذها وقضايا مماثلة. وقال مسؤول التعليم في مديرية حمل مالو الأستاذ جابر إبراهيم أن التدريب مهم لضمان وجود معايير ومعرفة موحدة في المدارس. وقدم المشاركون توصيات لوجود تعليمات واضحة بشأن إيرادات المدارس وإيصالاتها والتخلص من الكتب والمواد القديمة وتعزيز التنسيق بين لجان الآباء والمعلمين. ناقش مدير مديرية لوغو عنسبة بإقليم القشبركة السيد أبراهام حقوس التقدم المحرز في تنفيذ برامج التنمية المخطط لها مع سكان ضاحية مقركة. وفي الاجتماع الذي عقد في الضاحية خلال 19 من نوفمبر تم تبادل أفكار تساعد في بدء السد المقرر بناءه في مقركة، بالإضافة إلى مناقشة دعم الحكومة ودور المواطنين بشكل مطول. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المديرية السيد برهان السقاي إن المبادرة ستعزز وحدة الشعب وتضامنه. وبعد أن شرح كل من مدير الضاحية ورئيس لجنة التنمية الاستعدادات التي تمت لبدء السد وما يجب القيام به مستقبلا، أكد الاستعداد لتنفيذ الأعمال في الموعد المحدد. وقال إن العمل معا وتحقيق الهدف هو أعظم مورد. وأخيرا تم جمع حوالي 240 ألف ناقفة من السكان لتنفيذ البرنامج. تتألف ضاحية مقركة من 3 قرى وهي دك داشم ومقركة وعد والحسب. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية الإرثية ولكن بعد الفاصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. على الصعيد العالمي، أعلنت كوريا الشمالية أنها وضعت بنجاح في المدار قمرا اصطناعيا للتجسس، متحدية بذلك قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تقنيات الصواريخ البالستية في خطوة أدانتها بشدة سول وواشنطن. وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن صاروخا يحمل القمر الاصطناعي انطلق من مقاطعة شمال فيونغان وحلق على طول مساره المحدد، ووضع بدقة قمر الاستطلاع الاصطناعي ماليك يونغ 1 في مداره. وكان الجيش الكوري الجنوبي أعلن في وقت سابق أنه رصد ما يفترض أنه قمر اصطناعي للتجسس العسكري. وأعلنت كوريا الجنوبية أنها علقت جزئيا اتفاقا عسكريا مبرما في 2018 مع كوريا الشمالية، وستستأنف عمليات المراقبة على طول الحدود بين البلدين، وذلك ردا على إعلام بيونغ يانغ أنها وضعت في المدار قمرا اصطناعيا للتجسس العسكري. من جهته ندد البيت الأبيض بشدة بعملية إطلاق كوريا الشمالية قمرها الاصطناعي للتجسس، معتبرا أنها انتهاك صارخ لعقوبات الأمم المتحدة. أعلن البنكان المركزيان في الصين والسعودية أنهما اتفقا على مبادلة العملات المحلية بقيمة 7 مليارات دولار أو 26 مليار ريال سعودي، وذلك في ظل استمرار تحسن العلاقات بين البلدين. وتعمل السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم،
والصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم منذ سنوات على توسيع العلاقات بما يتجاوز التعاون في مجال الهيدروكربونات، وكذلك تعزز التعاون في مجالات مثل الأمن والتكنولوجيا. وقال البنك المركزي الصيني في بيانه إن الاتفاق الذي سيسري ل3 سنوات قابل للتمديد بموافقة الجانبين، وسيساعد على تعزيز التعاون المالي بين البلدين والتوسع في استخدام العملات المحلية وتعزيز التجارة والاستثمار بين الرياض وبكين. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان السيولة واستقرار سعر الصرف، مما سيقلل من مخاطر تقلب أسعار العملات بالنسبة للمستوردين والمصدرين والمتعاملين في الأسواق المالية. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن العلاقات بين روسيا وطاجكستان تتطور بشكل متسارع وهو على مستوى عالي جدا، وأشار إلى أن إمدادات المنتجات من طاجكستان إلى روسيا تتزايد بشكل ملحوظ أيضا، لافتا إلى أن ذلك يخص أولا وقبل كل شيء المنتجات الزراعية، حيث بلغ النمو 67%. وأشاد الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون بعلاقات بلاده مع روسيا، وأفاد بأن تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وطاجكستان آخذة في الارتفاع. وكان الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون قد وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية تستمر يومين، يعقد خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات. الخبر الأخير في هذه النشرة: أظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن التعهدات الحالية للدول المتعلقة بالانبعاثات ومواجهة تغير المناخ لا تزال تنذر بارتفاع درجات الحرارة في العالم بنحو 3 درجات مئوية في هذا القرن. وأشار تقرير فجوة الانبعاثات السنوي إلى أن العالم في طريقه ليشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بين 2.5 و 2.9 درجة مئوية، أعلى من مستويات ما قبل عصر الصناعة، إذا لم تعمل الحكومات على دعم العمل المناخي. ويتوقع العلماء أن يشهد العالم عدة كوارث عند ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية، بدءا من ذوبان الصفائح الجليدية إلى جفاف غابات الأمازون المطيرة. وذكر التقرير الأممي أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري يجب أن تنخفض 42% على مستوى العالم بحلول عام 2030 لمنع درجات الحرارة من تجاوز عتبة 1.5 درجة. ختاما لنشرة هذه الفترة مشاهدينا الأكارم، إليكم أبرز ما جاء فيها. بذور القمح المزروعة في الإقليم الأوسط تحقق نتائج مرضية. تدشين مدرسة في عد معلل بإقليم القشبركة. جهود بناء لتوسيع تعطير المرأة في إقليم عنسبة. بيونغ يانغ تعلن إطلاق قمرها الاصطناعي للتجسس، وواشنطن تندد. الصين والسعودية يتفقان على المبادلة باليوان والريال. وبوتين يشير إلى أن العلاقات بين روسيا وطاجكستان تتطور بشكل متسارع. هكذا سادتي سيداتي نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذه الفترة. هذه تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.